السلام عليكم واهلا بيكم ليله جديده من ليالي العظمه. عظمه النهارده هي عظمه النادي الاهلي، كل يوم في عظمه جديده، كل يوم مع عظمه جديده من النادي الاهلي وجمهور الاهلي. ولكن النهارده وبالاخص احنا في شهر يناير، شهر 1 2024، بنتكلم في 116 سنه. يعني احنا عارفين 100 سنه سينما، لا 100 سنه اهلي. ولكن النهارده 116 سنه بيمر عن او على فتره انشاء النادي الافضل في العالم، والنادي والمنظومه الافضل عبر التاريخ في العالم بالنسبه لكره القدم. احنا بنتكلم في النادي الاهلي 116 سنه انجازات وتاريخ كبير جدا. النادي الاهلي اللي بيحقق 150 بطوله، 150 بطوله في 116 سنة، يعني معدل تاريخي. مفيش نادي في العالم قدر ان يوصل للمعدل ده. 150 بطولة، 150 بطولة من دوري وكاس مصر ما بين القارية والمحلية، بطولة منطقة القاهرة لو نفتكر زمان، السوبر الافريقي والسوبر المصري. كل بطولة النادي الاهلي هو الافضل وهو الاكثر حصولا عليها. ينقص النادي الاهلي بطولة واحدة، وهي البطولة اللي بيتمنى جمهور الاهلي انه يوصل للفاينل فيها، هي بطولة كأس العالم للأندية. ولكن خلينا نشوف النهاردة بقى تاريخ الأهلي. النادي الأهلي اللي بيقدر يحقق بطولات كتيرة جدا، وصلت ل 150 بطولة، آخرها بطولة السوبر المصري بعد الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2 في مباراة نقدر نقول مستحيلة. قدر الأهلي انه يحقق، مش هقول ريمونتادا، هو كان هيتعمل عليه ريمونتادا، ولكن الاهلي بمن حضر، الاهلي في الوقت القاتل بيقدر يفوز بقيادة مين؟ موديست اللي بيصالح جمهوره، جمهور الاهلي، وبيقول لهم انا الصفقة وانا المهاجم الجديد اللي كنتوا بتتمنوه. النهارده انا بجيب لكم بطوله جديده، بضيف بطوله لنفسي، بضيف بطوله للنادي الاهلي وتاريخه الكبير، وبقدر النهارده اصالحكم. ولكن النادي الاهلي ليه قلت بيحقق بطوله مستحيله اخيره؟ لان الاهلي في البطوله الاخيره مع فيوتشر بيمر بفترة من الضغط البدني والفني والعصبي والإجهاد وكل حاجة. النادي الأهلي اللي ما بين تلاحم البطولات، ما بين دوري ثم كاس ثم دوري ثم دوري أبطال أفريقيا ثم دوري أبطال أفريقيا، ثم بيروح علشان يلعب في السعودية كأس العالم للأندية في مباراة صعبة أمام الاتحاد السعودي اللي جايب لعيبة بالملايين أو بالمليارات، ونقدر نقول أفضل لعيبة في أوروبا بيقدر يجيبها زي كريم بنزيما اللي بيجيبه من ريال مدريد، علشان الأهلي بيقدر يقدم مباراة رائعة تاريخية ويقسو على الاتحاد السعودي بالثلاثة وبيقول له بالسلامة. والأهلي اللي بيروح بعدها ب3 أيام علشان يلاعب فلومينسي البرازيلي. الأهلي خسر، ولكن كان في إيد الأهلي إنه يفوز لولا التوفيق وسوء التوفيق في بعض الفرص المحققة من كهربا وحسين الشحات وبيرسي تاو وتألق الشناوي اللي كان متواجد. ولكن في النهاية الأهلي بيخسر. ولكن الأهلي بعدها ب3 أيام بيلعب على برونزية كأس العالم للأندية، علشان الأهلي بيحقق بطولة البرونزية لرابع مرة في تاريخه، ليكون الأهلي الأكثر حصولا على برونزية كأس العالم للأندية، ويكون تاني فريق فاز في مبارياته في كأس العالم للأندية خلف ريال مدريد اللي كسب 12 مباراة والأهلي 10 مباريات. والأهلي اللي بيسجل 4 أهداف في مباراة أوراوا علشان الأهلي يوصل للهدف 31 علشان يكون مركز تاني بعد ريال مدريد اللي سجل 40 هدف في كأس العالم للأندية. فأنت بتتكلم في تاريخ كبير جدا النادي الأهلي في كأس العالم وكل البطولات. ولكن تعالى كده مع بعض نتكلم مع كل بطولة، والأهلي خد كام بطولة دوري، ونستعيد كده ذكريات مع جمهور الأهلي. ولو أنت ما تعرفش معلومات عن الأهلي والأهلي خد كام بطولة، فتعالى للعبد لله محمود عايد وهيقول لك النهارده كل بطولة الأهلي خدها كم مرة والإنجازات اللي قدر يحصل عليها في 116 سنة. نبدأ كده الأول ببطولة الدوري. طبعا كلنا عارفين إن النادي الأهلي في بطولة الدوري قدر يحقق 43 بطولة دوري، قدر يحقق 38 بطولة كأس مصر، قدر كمان يحقق بطولة السوبر المصري 14 سوبر مصري، قدر يفوز ب7 كأس السلطان حسين، قدر يفوز بكأس الاتحاد
الاتحاد المصري مرة واحدة. قدر يفوز ب 17 دوري منطقة القاهرة، قدر يفوز بواحد كأس الجمهورية العربية المتحدة. فنقدر نقول 121 بطولة محلية بيقدر الاهلي انه يفوز بيها. تعالى بقى قاريا، وللاهلي بيفوز ب 24 بطولة قارية. منافسة شرسة وقوية جدا ما بين الاهلي وريال مدريد عن مين الاكثر حصولا وتتويجا بالبطولات القارية. الاهلي يتمنى وقوع ريال مدريد، والاهلي يتمنى انه يجيب ريال مدريد ويتخطاه، علشان مش بس الاهلي يكون الاكثر حصولا على البطولات القارية والمحلية في العالم ب 150 بطولة، بل بالعكس جمهور الاهلي يطمح ولاعيبة الاهلي تطمح وكيان النادي الاهلي يطمح في انه يكون الاكثر حصولا وتتويجا بالبطولات القاريه في العالم، ويتخطى ريال مدريد بعد ما قدر يتخطى اي سي ميلان ويتخطى بوكا جونيورز ويتخطى برشلونه ويتخطى فرق عظيمه جدا في تاريخ كره القدم. دلوقتي الاهلي بيدور انه ازاي يتخطى ريال مدريد. ولكن تعالى كده نبص للاهلي واللي بيقدر يحصل على 11 دوري ابطال افريقيا. دوري الابطال اللي الاهلي لو نقدر نقول في بدايه الالفيه او الالفينات فنقدر نقول كان عنده 2 دوري ابطال افريقيا، ولكن خالد بيبو اللي بيجيب الثالث. نقدر نقول جيل تريكا الذهبي اللي بيقدر يجيبوا 5 تشامبيونز ليج افريقي عشان الاهلي يوصل ل8 افريقيا. الاهلي اللي بيبعد شويه عن افريقيا وبيجي في 2020 والقضيه ممكن والزعل بيحن عليا، ولكن قضية ممكن بقفشة علشان هدف قفشة يجيب ال9 اللي كانت غايبة عن النادي الاهلي، ثم ال10 محمد شريف، ثم ال11 محمد عبد المنعم امام الوداد المغربي في بطولة شهيرة وتاريخية علشان الاهلي يبقى 11 دوري ابطال افريقيا، 4 كأس الكؤوس الافريقية لو نفتكر بطولات كتيرة جدا قادها كابتن محمود الخطيب ويعني نقدر نقول الختامة بتاعتها بمتعب بهدفه الشهير جدا في 2014 بعد التسمية الجديدة وهي بطولة الكونفدرالية. واحدة كأس الكونفدرالية طبعا زي ما احنا قلنا قدر يعني متعب انه يجيبها بعد طبعا التسمية الجديدة. بنتكلم في 8 كأس السوبر الافريقي. سوبر افريقي النادي الاهلي بيقدر الاهلي يفوز ب 11 دوري ابطال افريقيا، بيفوز منهم 8 سوبر افريقي. يعني انت بتتكلم في انجاز تاريخي كبير جدا. عربيا واقليميا الاهلي بيفوز ب5 بطولات. بنتكلم في بطولة كأس افريقيا، بنتكلم في كأس العرب البطولة العربية للأندية، بنتكلم في كأس الكؤوس العربية، بنتكلم في كأس النخبة العربية، كل منها بطولة واحدة. فالاهلي اللي بيتصدر بعد كل ده في 121 بطولة محلية، 24 قارية و5 عربيا، 150 بطولة. ويتصدر الاهلي قائمة الاكثر تتويجا بالبطولات طبعا ب 150 بطولة بتاريخ كبير وعظيم جدا. نقدر نقول منظومة الاهلي اللي بتحقق نجاحات كبيرة جدا تستحق النجاح. جمهور الاهلي يا بخته بالاهلي، يا بخت جمهور الاهلي بالاهلي وفرحته بالنادي الاهلي العظيم الكبير اللي النهارده بيوصلوا ل 150 بطولة، اخرها طبعا فيوتشر. بنتكلم في بطولات وتاريخ و150 حكاية النادي الاهلي بيحققه، وحكاية كل حكاية ليها رواية تقعد تقرأ وتقعد تمزمز فيها. أبرزها هدف تريكا 2006، بنتكلم في هدف قفشة، بنتكلم في تاريخ وحكايات سواء بطولة دوري، بطولة كاس، دوري أبطال أفريقيا، حكايات وروايات كتيرة جدا في كل قلب وعقل جمهور الأهلي. ولكن كفاية عظمة لحد كده، وطبعا جمهور الأهلي بيقول مش كفاية عظمة لحد كده، احنا نفضل طول عمرنا في عظمة مع الأهلي، الكيان الكبير، النادي الأفضل منظومة وأفضل نادي في العالم عبر التاريخ ب 150 بطولة قاريا ومحليا، والآن ينافس ريال مدريد عن مين الأكثر تتويجا ببطولات القارية في العالم. كفاية عظمة لحد كده، استنوني في حلقات جاية كتير. سلام.